حياكم الله جميعا. اليوم راح نسمع قصة جديدة وصلتني على حساب القناة، وبنهاية القصة بدي من كل واحد فيكم يكتب بالتعليقات نصيحة أو حل يوجهه لصاحب القصة. أنا نادر، عمري 29 سنة تقريبا. حققت كل أحلامي، اتوظفت، اشتريت بيت واشتريت سيارة الأحلام. ظل علي شغلة واحدة، العروس. بدي بنت حلال أكمل معها نص ديني ونبلش مرحلة بناء العيلة. بس بصراحة أنا محتار، من وين أجيب عروسة؟ أروح على خطابة؟ لا، مستحيل. قرايبي كلهم ما في ولا وحدة مناسبة لإلي، وأنا أصلا بدي أهرب من العيلة والأقارب. ما ظل قدامي غير حل واحد، أكيد أمي هي اللي راح تساعدني وتشوف لي بنت الحلال من معارفها. وأكيد الأم ما بتختار لابنها إلا أحلى وأروع البنات. رحت حكيت مع أمي وحكيت لها خلص، ابنك قرر يتزوج ويودع العزوبية. فرحة أمي وأختي كانت كبيرة، وما بتتخيلوا قديش انبسطوا. بلشت أختي تعدد لي صحباتها، وأمي بتتذكر ببنات صديقاتها. قلت لهم الاختيار عندكم، بس بالله عليكم لا تصدموني، بدي بنت قمر. بعد أسبوعين بلاقي أمي طايرة من الفرح وبتحكي لي الحق يا نادر، تعال شوف صورة البنت اللي اخترنا لك إياها. أخذت الموبايل من ايد امي وانا متحمس، بلشت اقلب بالصور. يا الله، شو هالملك، قمر عن جد. اختيار امي كان خرافي. بلشت اسال امي طيب شو حكوا، موافقين؟ قالت لي اكيد موافقين، وحكوا لازم تيجي تشوف البنت وتقعد معها. هون انا طرت من الفرح وبحكي لامي طيب متى الموعد؟ ضحكت امي وقالت لي شو مالك، صرت مجنون، خلص بكره بنروح عبيتهم. كنت حرفيا طاير من السعاده ومش مصدق إنه هاي الحلوة ممكن تصير زوجتي. يا الله، بيني وبينكم كنت بتمنى ألاقي بنت حلوة، بس ما عمري تخيلت تكون بهاي الدرجة من الجمال. رجعت سألت أختي سمية بشريني قبلت البنت ولا لا. ضحكت أختي وهي بتحكي طول الوقت وإحنا ببيتهم وأنا قاعدة معها، وحتى وريتها صورتك. بلشت أحس بقلق وسألتها وريتيها صورتي؟ طيب شو حكت؟ رجعت تضحك وهي تقول قالت أخوكي مرتين. انصدمت من كلامها، قلبي بينزل برجلي، بس على طول كملت وهي بتضحك. بمزح يا زلمة، البنت قالت إنها موافقة. يا سلام، صرت أحكي لحالي متى يجي بكرة، بس ما عاد أقدر أصبر وحياة الله. وفعلا أجت الزيارة. بكمل صاحب القصة وبقول طلعنا عبيتهم أنا وأمي وأختي. استقبلني أبو البنت بالمجلس الخاص فيهم، رحب فيا وقعد يسألني عن شغلي وعن حياتي وعن راتب. بس وأنا بحكي معه لاحظت عليه شغلة، حسيته شوي مادي. كل اهتمامه قديش بتقبض، قديش معك، كم ناوي تدفع. حكيت بيني وبين حالي الله يستر، بس يا زلمة شو دخلني فيه؟ بدفع له المهر وباخذ زوجتي، وبعدها ما بدي أشوف وجهه أصلا. مرت تقريبا 10 دقايق وفجأة دخلت أجمل بنت شافتها عيوني، أحلى من الصور ب1000 مرة. كل مواصفات بنت الأحلام موجودة فيها، طول، رشاقة، أناقة، جمال ودلع. قعدت قدامي وأنا فعليا شايفها لوحة فنية وقمة بالجمال. الشغلة الوحيدة اللي كانت مخربة القعدة هي نظرات أبوها اللي بتجيب القلق وبتقرف. حاولت أقرب من البنت وأحكي معها، بس كل شوي أبوها يقطع بيني وبينها، وقبل ما أقدر أحكي كلمة واحدة أو أسألها أي سؤال حكى لها أبوها خلص يا بنت روحي لجوا. يا رب تاخذ هالراس المربع يا شايب. والله براسي كلام كتير كنت بدي أحكي للبنت، بس مش مشكلة، خليته ياخذ رقمها من أختي ونتفاهم بعدين. رجعت حكيت له ها يا عم متى بتحب تكون الخطبة؟ حكى الأب الخير بالعجلة، شو رايك بعد يومين؟ قلت له موافق. دفعنا المهر وقررنا نعمل حفلة بسيطة ونجيب المأذون يكتب الكتاب، والعرس نفسه نحجزه على كيفنا بعد 6 شهور. حكى الأب المهم المهر أول إشي. قلت له ولا يهمك يا عم، المهر 40,000 زي ما طلبت. قطعني وقال 40,000؟ مين حكى هذا الحكي؟ قلت له أمي وأم البنت اتفقوا على هذا الإشي. رجع الشايب يحكي خلينا من حكي الحريم، هسا أنا وياك رجال لرجال، مهر بنتي 60,000. حسبي الله على هذا الشايب الطماع، بدل ما يفرح ببنته قاعد بيحول الموضوع من سوق بيع وشراء. بس أنا هون قلت له خلص ولا يهمك يا عم، المبلغ 60,000 ولا تزعل. رجع حكى الفلوس بتجيبها بعد يومين كاملة قبل ما نعمل أي إشي. قلت له خلص يا رجل بجيب المهر كامل. بكمل صاحب القصة وبيقول
طلعنا من البيت أنا وأمي وأختي. أمي بلشت تسألني ها يا نادر كيف شفت البنت؟ قلت لها والله البنت كويسة بس أبوها مادي بشكل كبير. دخلت أختي بتحكي يعني كيف مادي؟ قلت لها أنت قلتي إنه أمها قالت المهر 40,000. أجابت أمي أيوة نعم هاك كان اتفاقنا. حكيت لهم أبوها بيحكي كلام الحريم ما بيمشي وطلب مني 60,000. بلشت أختي تعصب وتحكي إيه لا تقول لي إنك وافقت. قلت لها طيب شو أعمل يا بنت الحلال؟ البنت دخلت مزاجي ووافقت. أمي حكت مو مشكلة يا نادر الله يعوضك مو خسارة فيهم البنت وأهلها طيبين. وبعد يومين أجوا أهل البنت على البيت ودفعت لهم 60,000. كان منظر أبوها وهو يعد الفلوس كأنه أول مرة يمسك هيك مبلغ بإيده. المأذون كتب العقد ووقعني عليه واتفقنا إنه الزواج يكون بعد 6 شهور. وصارت البنت رسميا زوجتي على سنة الله ورسوله. مرق أول أسبوعين وأنا وياها عايشين جو رومانسي مكالمات عاطفية وحب ما بيخلص. بس يا جماعة كان في شغلات بتقهرني فيها. بالليل بتصل عليها بلاقي جوالها مشغول كثير وإذا سألتها بتحكي صاحباتي بيتصلوا فيا. ومع الوقت صارت تطنش اتصالاتي لحد ما أجت الصدمة. فجأة طلبت مني سيارة. قلت لها ها سيارة؟ لا احنا ما اتفقنا على هيك أنا بدي زوجة مو سواقة. انفجرت علي وبلشت تحكي أنت معقد ومتخلف وما توقعتك هيك أبدا. قلت لها يا بنت الناس إذا تزوجنا بنقعد وبنتفق إن شاء الله على كل إشي وما راح تشوفي غير اللي يرضيكي. بيني وبينكم كنت بحاول أسكر هاي المواضيع الحساسة وأجلها لبعد الزواج وساعتها بكون بعرف كيف أتصرف معها. بعد تقريبا شهر بلشت أحس بقلق من تصرفاتها. جوالها ما بيهدى بالساعات وهو مشغول. بكمل صاحب القصة وبقول يا جماعة حكيت مع أختي وقلت لها عن سالفة هالبنت وردت علي أختي ما عليه بعرف وحدة كانت زميلتي وهي هسه من صاحباتها بجيب لك كشف كامل عن حياتها. ومع زحمة الشغل والضغط نسيت الموضوع. لكن بيوم من الأيام وأنا راجع على البيت لقيت أمي وأختي قاعدين على نار وجوههم ما بتطمن أبدا حالتهم بتكسر الخاطر. سألتهم وأنا خايف خير شو في شو صار؟ صاحت أختي ورمت الموبايل بوجهي تقريبا وهي بتقول تعال شوف زوجتك المستقبلية شوف شو لقينا لها. أخذت الجوال منها على السريع وكانت الصدمة صور للبنت اللي صارت زوجتي مع شباب وبنات واضح إنهم بحفلة مختلطة وضمن شلة وصور ثانية وهم راكبين سيارة مع بعض شباب وبنات. بس الصورة اللي كسرت قلبي وولعت النار بصدري كانت صورة إلها واقفة بطريقة مخجلة بين أحضان شاب. يا الله شو هاي الصدمة؟ سألت أختي من وين جبت الصور؟ حكت لي من حساب خاص إلها على واحد من مواقع التواصل عطتني إياه وحدة من صاحباتها. قلت لأختي من صاحباتها؟ حكت أيوة هاي من صاحباتها واستغربت لما عرفت إنك خاطبها. قالت لي البنت ما بتصلح لكم البنت عايشة حياتها طلعات حفلات وسهرات وأهلها ما بيسألوا عنها نهائيا. قلت لأختي احفظ الصور وابعثيهم على جوالي. أخذت جوالي واتصلت فيها وانفجرت عليها على طول وأنا بقولها هسه فهمت ليش أنت مصممة على السيارة شكلك ناوية تكملي حفلات وسهرات الضياع اللي كنت عايشتها. قالت إيه شو قاعد بتحكي أنت؟ قلت لها تفضلي شوف الصور اللي قاعد أبعث لك إياها هسه. حسيت إنها انصدمت أول ما وصلتها الصور وبلشت تسأل فيا كيف قدرت توصل لهاي الصور. قلت لها مو المهم كيف وصلت المهم تشرحي لي شو قصة هاي الصور. حكت هاي الصور مع قرايبنا. قلت لها انت كذابة وعلى فكرة صاحبة من صحباتك هي اللي اعترفت. وقبل ما أكمل سكرت الخط بوجهي. طلعت من بيتنا وأنا مولع من القهر واتجهت مباشرة على بيتهم. لازم أقعد مع أبوها وأخليه يعرف بنته على حقيقتها. وصلت بيتهم وفتح لي أبوها الباب. دخلنا على مجلس الضيوف قعدت أشرح له قصة الصور والحساب اللي لقيتهم عليه. قام الأب ينادي على بنته وهو معصب تعالي يا بنت تعالي شوفي هالصور شو قصتها. البنت بلشت تحكي وكأنها مرتبة سالفة مع أبوها. هاي صور مركبة واحدة من البنات اللي بتكرهني هي اللي لعبت بصوري وخلتني طالعة هيك مع رجال. الأب مسكها فرصة
وصار يحكي: شوف يا وليدي، هذول بنات حاقدات ومقهورات من بنتي عشان راح تتزوج، وبدهم يخربوا الزواج وبدهم يخربوا الزواج، انتبه لا تصدقهم. حكيت له: انت شايفني طفل عندك وعند بنتك؟ انا مكلم بنتك قبل شوي قبل ما اجيكم، وكانت بتحكي ان الصور مع قرايبها، وهسه الظاهر انكم رتبتوا الكذبة لحد ما وصلت لعندكم. قال الاب: اسمع، انا من اول ما شفتك ما ارتحت لك، وطالما بنتي ما بتصلح لك طلقها. قلت له: اطلقها؟ مش مشكلة، بطلقها، بس رجع لي فلوسي. رد علي: ما إلك مصاري عنا، ويلا اطلع برا. طلعت من بيتهم وانا مقهور، فلوسي راحت، وهالبنت مستحيل ارضى فيها زوجة لإلي. دخلت على الحساب اللي كانت فيه الصور، بس للأسف هاي الخسيسة حذفت الحساب. هسه شو أعمل؟ أشتكيهم بالمحكمة وأفضحهم، بس خايف يتهموني بالتشهير، خصوصا إنه البنت هسه حذفت الحساب، وخايف إنهم يقولوا إنه الصور اللي عندي مفبركة ويورطوني، والبنت اللي دلت أختي على الحساب رافضة إنها تيجي تشهد معنا، والله أعلم يمكن كمان هي إلها بلاوي وخايفة يفضحوا بعض. فلوسي راحت والزوجة طارت، أرجوكم ساعدوني، شو أعمل؟ لهون يا أصدقائي بنكون انتهينا من القصة. بتمنى منكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وتتركوا تحت بالتعليقات آراءكم أو نصيحة لصاحب المشكلة. إلى اللقاء أصدقائي، في أمان الله.